ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده جميله جدا وسهله جدا جدا. هنجهز شرايح الفراخ بدون قلي او شوي بالفرن، كله على الطاسه من فوق البوتاجاز. هنتبلها بتتبيله احسن من اي مطعم، لو جربتيها مره مش هتنسي جمال طعمها، بجد تحفه. اهم شيء نتابع الخطوات اللي موجوده في الفيديو للاخر. دي قناتي وصفات ام جودي، لو اول مره بتشوفيني يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ولو من متابعيني حبايبي اوعي تنسي تحطي اللايك والكومنت الحلو اللي بحب اشوفه منكم. اول حاجه هنجهزها معايا نص كيلو بانيه متقطع شرائح. يعني هتروحي للفرارجي تجيبي نص بانيه عادي خالص، هنغسله غسله كويسه بالملح وبالليمون وهنصفيه. هنيجي بقى نجهز التتبيله الجميله بتاعتنا. معايا معلقه كبيره عسل نحل اللي هو العسل الابيض، ومعايا 3 معالق كبار من الصويا صوص. هنحط البهارات بتاعتنا بقى: معلقه صغيره ملح، فلفل اسود، توابل فراخ، توم باودر، بصل باودر، وهنعصر نص ليمونه. هنقلب بقى التتبيله الجميله دي كلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده التتبيله دي جميله جدا جدا، بتدي طعم جميل قوي لشرايح الفراخ، وبجد بتخلي لون الشوي بتاع الدجاج هنشوفه دلوقتي مع بعض. وزي ما شفتوا في اول الفيديو الفراخ شكلها عامل ازاي، بجد الوصفه دي جميله جدا. هكتب لكم التوابل دي في صندوق الوصف، عشان برضو لو انت حابه ان انت تسجليها عندك في ورقه وقلم، لان بجد انت هتحتاجيها كتير. التتبيله دي لو جربتيها ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها. وصفة سهلة وجميلة ومشبعة جدا وسهلة جدا جدا. هتخشي المطبخ تخلصي الوصفة في 10 دقايق وتطلعي. هنقلب بقى التتبيلة الجميلة بتاعتنا دي، وبعد كده هقوم نازلة بشرايح البانيه بتاعتي في قلب التتبيلة، هنقلبها فيها وبعدين هنحطها في التلاجة. يا سلام بقى لو حطيتيها كمان قبلها بيوم في التلاجة، تشرب من التتبيلة الجميلة دي وتبقى عسل. هنيجي بقى تاني يوم بقى هنجهزها. هجيب الوok بتاعي او الطاسة او الجريل اللي عندك، هحط فيه 3 معالق كبار من الزيت. اول ما الزيت يسخن معايا على نار متوسطة، هنقوم نازلين بشرايح بقى البانيه بتاعتنا. طبعا البانيه شارب من التتبيله، والعسل والصويا صوص بيدوا اللون المتكرمل اللي انتوا بتشوفوه كده على الفراخ من بره. بجد بيدي طعم جميل قوي التتبيله دي جميله جدا. عاوزاكم تجربوها بنفسكم وان شاء الله هتعملوها وهتقولوا لي فيها رايكم. ولو انتي خايفه انها تطلع معاكي وحشه، جربي حتى في ربع كيلو بانيه وشوفيها. لو ما عجبتكيش يبقى لك الكلام. ان شاء الله ام جودي هتعمل لكم وصفات جميله وعلى قد الايد، وطعمها فوق الخيال، زي ما بتقول حاجات كده جميلة بجد. طعمها يشهي. ونغير من شكل البانيه شوية. كل مرة بنعمله بالبيض والبقسماط، لا المرة دي عملناه مشوي بطريقة جميلة وصحية، وكمية حلوة تكفي 5 أفراد. أسرة كاملة تاكل وتشبع وتنبسط. هنفضل نقلب بقى في البانيه كل دقيقة كده تقليبة لغاية ما ياخد اللون الجميل بتاعنا بتاع الشوي، والبانيه يستوي معايا. طبعا النار بتبقى متوسطة، لا بتبقى عالية قوي ولا بتبقى واطية قوي، عشان خاطر البانيه ما ينزلش مية معانا ويفقد السوائل اللي فيه، ولا عالية قوي ان هو يتحروق من بره ويبقى لسه ني. نار متوسطة. خلاص هو كده استوى معايا زي ما انتوا شايفين لونه جميل قد ايه. شايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي؟ حاجة بجد تفتح النفس وجميلة. لو وصلتوا معايا لغاية هنا في الوصفة، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك والتعليق حلو كده وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جودي. ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. ولو عايزيني اعمل معاكم اي وصفة الفترة اللي جاية اكتبوا لي برضو وانا هعملها معاكم. عملت طاسة كمان اهي، زي ما انتوا شايفين لون الدجاج عامل ازاي. ما شاء الله بجد وصفة جميلة جميلة جميلة. جربوها وان شاء الله والله ما هتندموا. انا هخلص الكمية بقى بتاعتي. هعمل طبق سلطة معايا. بصلاية هقطعها كده جوليان، معاها ربطة بقدونس، هعصر عليها ليمون وملح وسماق، وهقلبها ومعلقتين خل. هدعك البصلة بقى مع الخضرة بالليمون والخل والملح والسماق، وهحطها تحت البانيه زي ما انتوا شايفين كده. البانيه شكله جميل، طعمه بيشهي. مش عايزه اقول لكم بقى حاجه كده، بجد ما شاء الله اللهم بارك.
اعملوها وجربوها وان شاء الله تاكلوها وهتنبسطوا منها باذن الله. قالت جنبها بقى دور بطاطس كده وطبق المخلل بتاعنا. ان شاء الله الايام الجايه دي انتظروني، هعمل لكم طريقه الليمون المعصفر والخيار والجزر. هنعمل تشكيله مخللات حلوه كده عشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بس انا عاوزاكم تجربوا الوصفه بتاعت النهارده دي وتقولوا لي فيها رأيكم، وان شاء الله هتعجبكم قوي. البانيه ما شاء الله شكله جميل وطعمه اجمل، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي، حاجة كده جميلة. مكسلة ومش قادرة تعملي أكل، اعملي الوصفة دي، هتوفر عليكي وقت ومجهود كتير وكمان تغيير. هتعجب الولاد جدا، وكل اللي هياكلها من ايدك هيقولك ما شاء الله تسلم ايدك. محدش هيصدق ان انتي عاملاها. احنا بنشتري البانيه من بره المشوي ده بمبلغ كبير، لا هنعمله في البيت بمبالغ كويسة وعلى قد الايد وحاجة ضامنينها وعارفينها. اتمنى الوصفة النهاردة تنول رضاكم وتكون عجبتكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.